ومن الحاجات الجميلة ان كان في اتفاق من بين الزوجات على زينب بنت جحش، ان الرسول كان بيدخل عند زينب فبتأكله عسل، واتفقوا كلهم ان الرسول لما يخش على اي واحدة منهم يقولوا له ايه ريحة المغافير دي؟ المغافير دي اكلة كانت زمان كده طعمها حلو بس ريحتها وحشة جدا. فلما الرسول يدخل عند واحدة منهم وتقول له كده، فيرد الرسول يقول لهم ان هو مش هياكله تاني. عشان كده نزلت الآية يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك. طبعا بقى كله كوم، واللي عملته السيدة عائشة عشان تطفش أسماء الكندية كوم تاني خالص. أسماء بنت نعمان الكندية دي قاعدة تتفاجئ إن زوجات النبي داخلين عليها بيقولوا لها إحنا هنقول لك حاجة تكسبي بيها قلب النبي ويحبك. قالوا لها أول ما يدخل عليك الرسول استعيذي بالله وهو هيحبك جدا. عندك كده الرسول خرج من عندها فورا، امر ان هي ترجع لاهلها في ساعتها. ولما راح ابوها لسيدنا محمد يحكي له على اللي حصل ويستسمحه ويقول له اللي حصل من سيداته، يبتسم سيدنا محمد ويقول انهن صواحب يوسف وكيدهن عظيم. لحد ما تحمل السيده ماريا والسيده عائشه كأن نار شطت فيها. كل النساء طبعا اشمعنى هي اللي تحمل دونا عنهم كلهم، وتجمعوا كلهم وتظاهروا على النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم باله ما كانش فاضي انه يشغل باله بالكلام ده، اللي عملوه ما كانش يغفر. فسيدنا محمد اعتزلهم كلهم، وانتشر الخبر في المدينة كلها ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء، ومحدش اتجرأ انه يتكلم في الموضوع غير بعد فترة عمر بن الخطاب فتح الرسول فيه. كان عائشة قائدة الثورة وزعيمة المتظاهرين ما كانتش زعلانة عشان كده، كانت زعلانة على الرسول صلى الله عليه وسلم لقى من مشقة وتعب، كان قلبها بيتمزق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بينام على جذع خشن من بقايا النخل. كان سيدنا محمد ما طلقش نسائه، هو اكتفى ان هو ينذرهم بس وهجرهم شهر. لكن طارت البشرى لنساء النبي ان النبي راجع بعد ما غاب عن بيته 29 يوم بالظبط. كلهم طبعا وقفوا على الباب عشان يشوفوا بس وجهه الكريم. لكن عائشة فضلت جوه بيتها تستعد للقاء لانها كانت عارفة ان هي اول بيت هيمر بيه عشان يدخل، فتقول له بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قلت كلمة لم ألقى لها بالا فغضبت علي. وتكمل وتقول أقسمت أن تهجرنا شهر عندي منه غير 29 يوما. فرح سيدنا محمد جدا لأنها كانت قاعدة بتعد الأيام، لها أن الشهر اللي هم فيه كان 29 ليلة. تنجو السيدة عائشة من منحة الهجر، ومن قبلها نجاها الرسول من محنة منكرة وهي محنة الإفك، هنتكلم عنها بكرة بإذن الله الساعة 5.